والله هتتفرج على اداء خيالي امام سيراميكا كليوباترا يوم الخميس الجاي. السوبر المصري ده انت هتقول ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي اختلف واتغير كده ليه؟ انا مش جاي لك من المستقبل، بس انا بتحدى اي حد في الاعلام الرياضي او يوتيوبر او تيك توكر او اي حد في الكوره يقول ان النادي الاهلي قوي جدا. انا بتحدى، هاتهولي قول لي مين اللي قال كده. انا بقى جاي اقول لك ان النادي الاهلي فعلا قوي جدا جدا جدا. كمان 5 ماتشات مع ياسروب محدش هيقدر على النادي الاهلي. 5 ماتشات يكمل 10 مباريات، هو لعب 5 كسب 3 وتعادل 2. الثقه دي انت جايبها منين؟ هقول لحضرتك، مباراه الاهلي والمصري هو نبيل الكوكي لبس عبايه علاء عبد العال فجاه؟ 22 فرصه محققه للفريق المنافس وانت ولا فرصه. فانت عملت الصح يا نبيل يا كوكي. لكن النادي الاهلي كان بيقابله سوء توفيق وسوء حظ عجيب وغريب. بتفكرني بمباراة الاهلي والمصري 2004 2005 على ما اتذكر يعني. نادر السيد كان بيلعب النادي الاهلي لوحده، جالك ضربه جزاء في الدقيقه 95، مين اللي هيشوطها؟ احمد سيد زيزو، من 100 بيضيع واحده، هي دي اللي ضاعت. لكن اداء النادي الاهلي في مشاكل، انا مش بقول لك ان النادي الاهلي اكتمل، لا، في مشاكل في الارتداد الدفاعي، في مشاكل في التمركزات، في مشاكل في التحرك بدون الكوره وكسر الخطوط. لكن النادي الاهلي فيه تحسن نسبي طفيف. هجوميا النادي الاهلي بقى قوي، دفاعيا كمان النادي الاهلي بقى منظم. طب دخل عناصر عايزه تلعب كوره، عندها رغبه لتحقيق الانجاز مع النادي الاهلي، عناصر جديده مش عناصر متشبعه بطولات. يعني حسين الشحات انا من رايي خلاص خلص، طاهر محمد طاهر خلص 3 4 مرات، قفشه، احمد نبيل كوكا، جريديشار، اشرف داري اللي مش داري بالدنيا ولا داري بينا، هو بس كل شويه على وشه. فالنادي الاهلي محتاج عناصر جديده عندها رغبه في صناعه تاريخ للنادي الاهلي. محمد عبد الله، لعيبه جديده تيجي اتفرج على النادي الاهلي والله ما حد هيقدر عليه.